المشير خليفة حفتر في مقر الكرملين بالعاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارة رسمية بدأها حفتر منذ الخميس الماضي إلى روسيا. اللقاء الذي حضره كبار المسؤولين الروس من بينهم وزير الدفاع أندري بيلسوف وسكرتير مجلس الأمن سيرجي شويغو تناول حسب ما أفادت القيادة العامة للجيش الليبي سبل تعزيز التعاون الثنائي خصوصا في المجال العسكري إضافة إلى التنسيق في ملفات ذات اهتمام مشترك. وحسب بيان صادر عن الكرملين فقد نشرت صور للقاء دون الكشف عن تفاصيل المحادثات، فيما عبر وزير الدفاع الروسي عن تقديره لما وصفه بدور حفتر في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدا رغبة بلاده في تطوير شراكة استراتيجية مع ليبيا. وكان حفتر قد شارك أيضا في العرض العسكري الضخم الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى 80 لانتصار روسيا على النازية، بمشاركة 29 زعيما من حول العالم من ضمنهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إلى جانب قوات رمزية من 13 دولة. يشار إلى أن زيارة حفتر جاءت تلبية لدعوى رسمية من الجانب الروسي في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وبعض الأطراف الليبية تقاربا متزايدا خلال السنوات الأخيرة. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مقر الكرملين بالعاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارة رسمية بدأها حفتر منذ الخميس الماضي إلى روسيا. اللقاء الذي حضره كبار المسؤولين الروس من بينهم وزير الدفاع أندري بيلسوف وسكرتير مجلس الأمن سيرجي شويغو تناول حسب ما أفادت القيادة العامة للجيش الليبي سبل تعزيز التعاون الثنائي خصوصا في المجال العسكري إضافة إلى التنسيق في ملفات ذات اهتمام مشترك. وحسب بيان صادر عن الكرملين فقد نشرت صور للقاء دون الكشف عن تفاصيل المحادثات، فيما عبر وزير الدفاع الروسي عن تقديره لما وصفه بدور حفتر في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدا رغبة بلاده في تطوير شراكة استراتيجية مع ليبيا. وكان حفتر قد شارك أيضا في العرض العسكري الضخم الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى 80 لانتصار روسيا على النازية، بمشاركة 29 زعيما من حول العالم من ضمنهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إلى جانب قوات رمزية من 13 دولة.